السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي. النهارده ان شاء الله هنرد على سؤال جالنا في التعليقات بخصوص التلقيح الجدي البور الاصلي لبعض السلالات اللي هي بتجيلنا المزرعه. طبعا في ناس كتير قوي مستكتره 500 جنيه في تلقيح الجدي. طبعا انا مش عايز اقول لك المواصفات وعايز اقول لك اسعار الجدي البورة عامله كام، وطبعا ده كله انت عارفه او اكيد سمعت عنه قبل كده. بس 500 جنيه والله ما كتير، ان في ناس بتلقح ب1000 جنيه، في ناس بتلقح ب1000 جنيه من الجدي دم كامل. هي يعتبر انا ما ببيعش السائل المنوي بتاع الجدي عشان في ناس بتقول حرام. انا كل اللي انا باخده مراعيه واكل وعلاج فقط لا غير. طبعا احنا زي ما احنا عارفين الاكل طبعا بيتضاف عليه فيتامينات او بيتضاف عليه معادن. عندك زيت الميه بيتضاف عليه برضه املاح معدنيه ومعادن. عندك برضه ممكن النتايه اللي جايه لي لازم تاخد حقنتين ولا حاجه اللي هي تنشط المبيض عندها عشان ما تقعدش فتره كتيره وتلقح بسرعه. ده كله بفلوس. حط طبعا المراعيه، حط الاكل، حط المكان، ايجار المكان اللي احنا قاعدين فيه. طبعا ده كله حط الحساب ان الجدي بياكل على قفاها. يعني المفروض الجدي يكون واقف بياكل على حسابها هي، عشان هو الجدي واقف لها كده. الجدي واقف لها 3-4 ايام لحسابها هي، هيلقحها هي، فالمفروض بياكل على حسابها برضو. تمام. فانت لو حسبتها هتلاقيها ماشيه 500 جنيه، زادت 100 قلت 100، هتبقى في الرينج ده مش اكتر. ان شاء الله حضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.